بالفعل ان المدونه يعني تكلمات على التعدد في اطار الفصول من 40 ل 46 من المدونه. وفي بدايه الفصل يعني كان صريحا المشرع كان صريحا انه يمنع التعدد اذا خيف منه عدم العدل، باعتبار ان هذا الشرط كان شرط ضروري جدا في اعطاء او الاذن بالتعدد. ثانيا انه اذا كان هناك شرط من الزوجه، لان الزوجه عندما تعقد قرانها مع زوج معين فتشترط عليه ان لا يعدد عليها، فمن حقها كذلك ان تشترط هذا الشرط. فاذا كان هذا الشرط من طبيعه الحال يمنع التعدد بصفه مطلقه. لكن اذا اصر الزوج على التعدد او الزواج بثانيه بين قوسين، فهنا يطرح الامر امام القاضي، باعتبار ان القضاء او عموما المشرع المغربي انه قيد يعني هذا الاذن بالتعدد، قارنه اولا بالعدل كما قلت، وثانيا بالقدره على الانفاق. فعندما يريد الزوج مثلا بين قوسين انه يريد الزواج بواحده، فبطبيعه الحال مسطره يعني عاديه جدا انه كيتقدم طلب الاذن الى المحكمه، وهنا القاضي تبدا المسطره مع وضع هذا الطلب. هذا طلب من طبيعه الحال انه خصو يكون مبرر، انه يثبت يعني السبب او المبرر الموضوعي الاستثنائي، يعني خص تكون اشياء اللي كما قلنا سابقا الحالات اللي تكلمنا عليها اللي خصها تكون لادعاء الزوج انه يتزوج بواحده ثاني او بثانيه. وهنا يعني الثانيه كنقول دائما هي يعني لو توب، زعما الانسان غيمشي الثالثه ولا هذا راه صعب جدا، لانه كما يقال ولكن كاينه ولكن يقال بانه يعني اقدر الناس على الصبر او اكثر حملا للصبر هو من يتزوج بالثانيه، ومن يتزوج بالثالثه فهو اقرب الى الهلاك، ومن يتزوج بالرابعه فهو في طريق الجنون، لانه صعب جدا انك يعني تجمع بين اربعه. وان كاين حالات كثيره جدا ربما قد نجحوا في هذا. انا لا يعني لا احرم ولا اشجع بين قوسين ولا انفر، وانما اقول ما يقوله الشرع وما يقوله القانون انطلاقا من قراءات ديال مجموعه من المجتهدين، مجموعه من الفقهاء. انا لست مجتهدا بطبيعه الحال، قد اجتهد في القانون ولكن لن اجتهد وليس لي ادوات الاجتهاد في اطار الشرع، ولكن في اطار القانون قد اقول رايي. فهنا بالنسبه للمشرع حدد كما قلت انا كي تقدم الطلب، هنا القاضي يخبر الزوجه انه يتم استدعاء الزوجه والتوصل يكون شخصيا، انها خصها توصلي شخصيا، باعتبار في حالات اخرى كيكون مثلا التبليغ في محل المخابره، معناها محل المخابره في البيت ديالها، في العائله ديالها الا كانت هي باركه مع دارهم مثلا، او في البيت ديالها في البيت ديالها يعني البيت الزوجيه. فهنا ممكن يتبلغ اي واحد، اي طرف، الخدم ديالها، بابن ديالها كان مثلا يعني بالغ انه يعني له يعني السن القانوني يعني المعترف ب 18 سنه، او في محل في بيتها مثلا الام ديالها الاب ديالها او غير ذلك. هنا القانون ينص على ان توصل شخصيا. في حاله انها توصلت ولم تحضر او امتنع التوصل، كاين اجراء اخر يعني زياده في الاحتياط، انه يتم اشعارها عن طريق المره الاولى قد يبلغها مفوض قضائي، المره الثانيه ينص على انه خصو يكون عون ديال المحكمه، زياده في الاحتياط اكثر، لان قد يكون نوع من التزوير، لان مجموعه من الاعوان او المفوضين القضائيين ثبتوا زوروا في مجموعه منهم وتم عرضهم على المحاكم وتم متابعتهم وعاقب ديالهم واعتقالهم في بعض الاحيان. فهنا زياده في الاحتياط انه اعطى يعني كذلك العون ديال المحكمه ان يشعرها بانه اذا لم تحضر سيبت في الطلب ديال الزوجه في غيبتها. هنا في الحالات العاديه جدا. لكن اذا غير الزوج العنوان او غير الاسم تحايلا على المحكمه، فهنا تطبق مسطرة 361 من القانون الجنائي او القانون الجنائي، باعتبار انه قام بنوع من التزوير، ولكن بناء على طلب الزوجه هي التي لها الصفه بين قوسين ان تقدم شكايه للسيد وكيل الملك، وهنا كتحرك المسطره، وهذا خطير جدا ووقع. ولكن كتلقى انه الزوجه حفاظا على العش ديالها، حفاظا على الاسره ديالها، الاولاد ديالها، حتى لا يقال بان هي من تقدمت بشكايه وتم اعتقاله او غير ذلك، فكتتراجع. فبالتالي قد هذه الامكانيه عطاوها للزوجه كحق ديالها، ولا يمكن انها يعني لا بغات تنازل عليها من حقها. كذلك انه اذا كان هذا الشرط اللي قلنا في البدايه ديال عدم التزوج عليه واصر الزوج، بطبيعه الحال ان المحكمه تلقائيا انها كدوز المسطره ديال الشقاق. في البدايه انها كتدوز يعني استحكم يعني الشقاق بين الزوجين، واصرت الزوجه على عدم الموافقه ديال الزوج ديالها، واصرت على التطليق للشقاق. بطبيعه الحال كتطبق المسطره اللي منصوص عليها في المدونه من فصل 94 حتى 97. لكن اذا اصرت وامتنعت ما بغات تطلق،
واصرت على عدم التعدد. هنا المحكمه، وهذه بدعه قانونيه اللي يعني مخالفه للقاعده العامه، باعتبار ان المحكمه لا تحكم الا بما يطلب منها. فهنا كتكون المحكمه انها تلقائيا تحيل المحكمه الملف على الشقاق باعتبار هناك شقاق وتبت فيه. وعطاو كذلك انه تقييد، زياده التقييد، انه عطاو الاجل ديال ايداع المبالغ يعني المحدده من طرف يعني القاضي في اطار حكم تمهيدي في 7 ايام. فهذا نوع من التضييق اكثر، لان يعني الشرع كان، او يعني المشرع كان حكيم جدا، وكان يعني غير متساهل في اعطاء اذن. فاذا اعطي الاذن بطبيعه الحال بعد ان يثبت الشخص اقرار عن الوضع المادي ديالو، هنا اذا اثبت هذه المساله يعطى له الاذن ولا يكون قابل لاي طعن، يعني ما يطعنش الا تعطى الاذن. في حاله انه لم يعطى الاذن فكيبقى انه وسائل الطعن ممكن ان يتطعن فيه بالاستئناف وان يطعن فيه كما امام محكمه النقد.